اجى داعش يعني مثل ما تقول انتمت كم واحد من اهالي القرى على كم واحد من القرباء، وصاروا سووا فئة وشكلوا هيك تخريب المنطقة، ورحلوا الأهالي من المنطقة وسببوا كل شيء يزعج الأهالي، وهي كذا انقطع الماء على الأهالي والكهرباء وعدم وجود أي شيء. الأهالي تشردوا، يعني ما ظل مكان، حتى البعض الأهالي السكان ما ظل مكان تلجأ عليه حتى تنام فيه، ما ظل مكان له نهائي. أول ما فاتت وحدات حماية الشعب على المنطقة، الأهالي بالنسبة لجميع الأهالي والجميع أهل القرى يعني فرحوا من كل قلبهم، لأن هالشي هذا كانوا يتمنوه من قبل، لأن كانت من قبل داعش مضايقة أنفاسهم كبدة على شعور جميع العالم. وهالشي هذا يعني فاتت وحدات حماية اليبكة، هم قاموا يعني ما قدروا يقاوموا، حتى ليلة واحدة ما قدروا يقاوموا، ولجأوا إلى منطقة قريبة عند البراك بعد تقريبا 1 كيلومتر، ورحلوا سكانها إجباري عنها وسكنوا ببيوتهم. حتى بعد ما رحلوا سكانها ما قدروا يقاوموا وحدات حماية اليبكة حتى ليلة واحدة وانهزموا. والشيء هذا يدل إن على إنهم على ضعف قوتهم وإنهم سووا هذا مشان التخريب والدمار وتشريد أبناء المنطقة وترحيل الأهالي من مدنها ومن قراها. صارت يعني مثل ما تقول هي كذا، يعني اليبكة فاتت لتحمي الشعب، مشان حماية الشعب، مشان أراضي الشعب، مشان أعراضها. والشيء هذا هو الزين، يعني مو مثل قبل. وأنا بعد ما فاتت اليبكة وانهزموا داعش من هالمنطقة، أنا تطوعت مع وحدات حماية اليبكة لكي أدافع عن أرضي وعرضي. والشيء هذا هو اللي زين. وأطلب من أبناء المنطقة جميعهم، يعني اللي عنده عرض وشرف وشيء، أن يتطوع مع أي جهة تختص باليبكة أو أي جهة مرور أو مع الأشايس ضد هالشيء هذا، لكي لا يدخل أي فئة من الفئات القبل الراحة المجرمة أو المندسة مشان تخريب المنطقة.